خسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. أظن لقد حان وقت طرد ريبيرو، أو حتى هو من نفسه يجب الاستقالة فورا. خلاص، هتف اليوم الجماهير بإقالة ريبيرو، وأنا بشجع وبأيد إن ريبيرو خلاص المفروض إن انتهى كده عصر ريبيرو. مباراة لن نرى فيها الأهلي ولا شخصية الأهلي ولا أداء الأهلي اللي احنا اتعودنا عليه أو اللي الأهلي عودنا عليه. مدير فني أنا شايفه بصراحة لا يستحق بالمرة إنه يدرب النادي الأهلي. طبعا أنا في كلام كتير جوايا في قلبي وعايز أعبر عنه، لكن يعني بحاول أعبر بشكل يكون كويس في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة ما بعد المباراة، مباراة النادي الأهلي المصري ونادي بيراميدز. ماتش غريب عجيب، ماتش أنا حزين بجد، أنا حزين على حال الأهلي، حزين إن الأهلي بقى في الموقف ده والوضع ده، إن الأهلي عمره ما عودنا على كده. بجد أنا مش حزين، أنا مقهور من أداء الأهلي ومن حال الأهلي. مدير فني من أول ما جه النادي الأهلي وإحنا كلنا كجماهير الأهلي ما كناش معترفين بيه كمدير فني، ولكن قلنا ماشي، يمكن الإدارة شايفاه كويس، يمكن يكون الإدارة شايفة حاجة إحنا كجمهور الأهلي مش شايفينها. وجه ودرب النادي الأهلي، راح معانا كأس العالم، قدم مباراة عظيمة أمام انتر ميامي، انتهت بالتعادل 0-0. تاني لقاء بقى وبان عطل ريبيرو فكري أمام بالميراس اللي انتهت بخسارة 2-0. جت مباراة بورتو اللي رجعت لنا الأمل تاني إن إحنا عندنا مدير فني بطابع هجومي كويس، إن هو ممكن يقدم لنا كرة هجومية كويسة، اللي انتهت ب4-4. وكانت خلاص يعني نهاية المجموعة، وكان ماتش للاستمتاع. انت عارف ان احنا كده كده كنا مش هنصعد، وانتهى كاس العالم ومر وفات. رحنا معسكر تونس، لعبنا ماتشين وديين، ماتش على ما اظن 4-1، والماتش التاني 5-0 على ما اظن، 5-0 على ما اظن كان. بعد كده لعبنا امام بتروجيت وامام انبي، تعادلنا امام بتروجيت ولعبنا امام انبي لقاء ودي برضو. كان الشكل يقول لك ان المدير الفني والنادي الاهلي هيقدموا اداء عظيم مع قياده المدير الفني ده، وكنا احنا خلاص قلنا ان احنا ممكن نكون احنا اللي كنا فاهمين مستر ريبيرو غلط. لكن ياتي الدوري المصري وفي اولى جولاته امام مودرن سبورت اللقاء ينتهي 2-2. لقاء غريب، ما كانش فيه جمله فنيه تثبت لك ان انت عندك مدير فني. تحس ان اللعيبه بتلعب بطريقه عشوائيه، مفيش اداء، مفيش مثلثات هجوميه، مفيش تكتيك على ارضيه الملعب. يا جدع ده انت اللي بتتفرج، لو نزلت درت المباراه كنت هتديرها بشكل كويس. مدير فني اللي هو يقول لك ايه، المدير الفني المفروض ما يبقاش متعصب زياده عن اللزوم على الخط زي يوريتيتش، بس في نفس الوقت ما ينفعش يكون مستسلم للامر الواقع زي ريبيرو. ريبيرو مدير فني انا ما شفتوش قبل كده بصراحه. بعد كده ياتي مباراه فاركو، مباراة فاركو اللي نزلنا وكسبناها 4-1، وقلنا يلا الراجل اهو بدأ يشتغل والنادي الأهلي بدأ يشتغل والمكنة هتطلع قماش. بعديها يجي ماتش غزل المحلة، ولعبنا ماتش غزل المحلة واحنا عارفين ان الماتش هيكون مقفل لأقصى درجة وبنلعب في المحلة، ولكن قدمنا أداء مش أفضل حال. ساعتها احنا عطينا أعذار لريبيرو، قلنا المدرب عمل كل حاجة، صنع الفرص، بس مش هو اللي هينزل يفنش. ده كان كلام بعض جمهور الأهلي، لكن أنا ومعظم الأهلاوية نظرتنا في ريبيرو من أول ما جت لم تتغير، بتبقى على حسب كل ظروف ماتش. قلنا ممكن الماتش اللي فات ما هو مش هينزل يفنش، هو الراجل على الخط عمل كل اللي عليه. قلنا بقى المفروض انه في الماتشات المفتوحة ان انت هتلاعب بطل افريقيا الموسم اللي فات نادي بيراميدز، وانت النادي الاهلي بشخصية النادي الاهلي اللي المفروض تنزل تاكل بيراميدز، المفروض انت بالتشكيلة اللي معاك دي والفلوس كلها اللي اتصرفت واللعيبة دي كلها تنزل تاخد الدوري.
ده انت تنزل تاكل فرقة الدوري كلها، دي ما فيهاش كلام وما فيهاش نقاش. اصل انت مش جايب تريزيجيه ومش جايب زيزو ومش جايب بن رمضان وكل الصفقات دي عشان تنزل تتعادل مع مودر وتنزل تتعادل مع المحله وتخسر من بيراميدز 2. ده مش النادي الاهلي ولا اداء النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه. اعذروني عن التعصب، بس بجد الواحد من حقه يتعصب. انت بتشوف النادي بتاعك بيبدأ الموسم، بداية الموسم بتقول انه موسم صفري، موسم نكسة في حق الاهلي، موسم غير طبيعي يا شيخ، موسم غريب. اعذروني طبعا للتعصب، بس موسم غريب بدايته ولا اغرب. احنا كل ده بنتكلم على السجل بريبيرو اللي مع الاهلي. موسم غريب يا صديقي، سجل غريب. محدش يقول لي ان احنا نستنى على ريبيرو، محدش يقول لي مش شخصية الاهلي ان انت تجيب مدرب يلعب معاك 6 7 ماتشات وبعد كده تمشيه 3 4 شهور. لا، احنا لازم نلحق الاهلي، لازم نلحق الاهلي في الوقت الحالي. مش عايزين نضيع الدوري من ايدينا، احنا بنلعب على البطولة، احنا بنلعب على البطوله يا جماهير يا اداره الاهلي. اتمنى الفيديو يوصل لكم. احنا كجمهور الاهلي مقهورين على حال الاهلي. محدش يقول لي انت مقفور، لا انا مش مقفور، دي بدايه ولا اسوأ. عمري ما شفت بدايه كده للنادي الاهلي، دي بدايه طاقه سلبيه اللي فيما بعد، طاقه سلبيه اللي فيما بعد. انت النهارده بتخسر قدام بيراميدز 2-0 بدون اداء بدون متعه بدون اي حاجه. حتى مش هنقول ان انت قدمت والحظ مش معاك، انت ما قدمتش من اصله. انت تيجي تتفرج على الماتش النهارده، قول لي جمله تكتيكيه فهمتها من الماتش، قول لي جمله تكتيكيه واحده لقيت مستر ريبيرو على الخط بيعملها. والله ما هتلاقي، كلها اجتهادات فرديه، اذا كان تريزيجيه ولا بن شرقي ولا زيزو ولا شريف ولا بن رمضان، حتى تكتيكات عشوائيه اللعيبه مش عارفه هي بتعمل ايه. تريزيجيه ياخد الكره يجري بيها، بن شرقي عايز يعدي من الاول والتاني، زيزو بيجري عايز يرفع عرضيه، بن رمضان عمال رايح يمين وشماله بايده عمال يضرب في اللعيبه. حاجه غريبه، حاجه غريبه بجد، ماتش غريب. انا بقيت قاعد بتفرج كده بضحك بجد، ما هضحك يا هعيط على الاهلي. ماتش غريب. نيجي بقى نهدى كده ونستعين بالله، لا اله الا الله، ونبدا واحده واحده نشوفوا تشكيل النادي الاهلي اللي بدا بيه. بدا في حراسه المرمى بمحمد الشناوي. هحاول اجيب لكم بقى صوره للتشكيل كامله كده للنادي الاهلي والنادي بيراميدز في المونتاج. بدا بمحمد الشناوي ومعاه قلبي الدفاع بيكهام وداري، باك رايت محمد هاني، باك ليفت كريم فؤاد. خط وسط النادي الاهلي اللي كان مش موجود بالمره كان ديانج، بن رمضان، زيزو. الهجوم وينج يمين او وينج رايت تريزيجيه، وينج ليفت كان بن شرقي، راس الحربة محمد شريف. توقعنا التشكيلة كلها صحيحة ما عدا جراديشار، مع اني لو ترجع للحلقة اللي فاتت قلت لك هو هيلاعب محمد شريف، بس انا اتمنى جراديشار هو اللي يلعب. اختلفنا في كده بس تمام. نيجي بقى نشوفوا تشكيلة بيراميدز، التشكيلة اللي كانت مفاجأة اللي يورشيتش فاجئنا بيها. لعب بأحمد الشناوي، أحمد سامي، أسامة جلال. عندك الباك رايت لعب كريم حافظ اللي تاني رجل المباراة، وبرضه هنتكلم في كل ده في التحليل بتاعنا للمباراة والأداء الفريقين. عندك الباك ليفت محمد حمدي. عندك بقى خط وسط الملعب بلاتي توريه في وسط الملعب، مهند لاشين، وليد الكارتي اللي قدم مباراة من أفضل مباريات، وهو محظوظ أمامنا على فكرة وليد الكارتي، حتى مع الوداد ومع بيراميدز هو على طول وليد الكارتي محظوظ أمامنا. وعندك في الهجوم اللي كانت برضو فيها تغيير، لعب وينج رايت كان قطة، وينج ليفت كان ايفرتون دا سيلفا. عندك الهجوم فيستون ماي. كانت تشكيلة فيها شوية تغييرات كده عن اللي احنا توقعناها. تمام. احنا بقى المفروض كريم حافظ ده لعب قبل كده امامنا وخرج من الدقيقة 30 بسبب سوء الاداء، لكن كريم حافظ نزل النهارده هو بشخصية البطل. مع صفارة بداية اللقاء ضغط من بيراميدز رهيب، بيراميدز نازل عايز ياخد ال3 بونت منك. بالعكس انت المفروض انت كاهلي تنزل انت تضغط، لا انت بقيت تنزل تستقبل انت الضغط.
بيراميدز بيضغط عليك انت لدرجه ان انت مش عارف تخرج بالكوره. عدت اول 4 دقايق، كوره على خط ال 18، انا شايفها مش فاول. انا مش حكم، انا مشجع، بس انا شايفها مش فاول. وهعرض لك اللقطه، لو عرفت اجيبها لك هعرضها لك في المونتاج. انا شايفها مش فاول، بس الحكم عطى فاول. الفاول اتلعب من كريم حافظ، فاول كده يعني ايه، يدينا واحده من يحيى عطيه الله كده. لو فاكر الفاول بتاعه في الزمالك اللي جه في العارضه، ووسام ابو علي القطعه الناقصه عندنا في الاهلي دلوقتي، فاول اتلعب بشكل كويس جدا، لكن يجي في القائم. ترجع الكره للكارتي، يخبطها تيجي في القائم تاني، من ثم تدخل بلياردو في الجون. جون فيه حظ كبير جدا، لكن كان بيراميدز ضاغط ويستحق. قلنا بقى احنا هنستقبل الهدف، الاهلي هيفوق، الاهلي هيرجع، انا الاهلي انا ما ينفعش استقبل هدف، انا المفروض اكسب، انا بنافس على بطوله، المفروض اخد ال3 بونت. قلنا بقى ايه، الاهلي هيفوق. ونيجي نشوف الاهلي وربنا ما فاق. فين الاهلي؟ فين المدير الفني؟ المدير الفني اللي طول واقف على الخط، يا اما قاعد على الكرسي على الدكه، يا اما قاعد مقرفص على الارض. طب ده كلام؟ ده مدير؟ انت المفروض تبقى محروق على الفرقه، المفروض تقوم وتضغط وتكلم اللعيبه وتزعق، مش قاعد مستسلم. مفيش مدير فني للاهلي بالشخصيه الضعيفه دي، مدير فني شخصيه ضعيفه بالمره. نيجي بقى نتكلم عن النقاط الفنيه. المباراه دي كانت مين اللي هيكسب فيها؟ المفروض اللي خط وسط الملعب بتاعه احسن ومتماسك. بيراميدز تفوق شاسع، وانا قلت في الشورت اللي نزل ما بين الشوطين، نزلت لكم شورت على اليوتيوب اللي ما شافوش يدخل يشوفه، قلت ان بيراميدز متفوق تفوق شاسع في خط الوسط. احنا بقى خط الوسط بتاعنا ايه؟ احنا مش عارفين نطلع، يعني خط الوسط مش عارف ينقل الكرة للهجوم. انا هقول لك احنا كنا بنلعب ازاي. ادي الدفاع، ادي الهجوم، ودي طبقه عزل خط الوسط. ما كانش ليه اي دور. بن رمضان عمال ياخد الكوره يروح يمين وشمال وبايده يضرب في اللعيبه شمال ويمين. ده اللي انا شايفه. قدم اداء، بس مش ده الاداء اللي احنا مستنيينه. اداؤه في كاس العالم احسن بكتير، بس انت مش هتلوم لاعب زي ده، انت هتلوم الفريق كله. اصل احنا مش هنيجي على بن رمضان لوحده. انت عندك تريزيجيه عمال ياخد الكوره ويجري يجري يجري. فين تريزيجيه؟ فين ابن النادي اللي احنا جايبينه؟ مش موجود. زيزو، مش هو ده زيزو بتاع اول الدوري، بس برضه مش هنلومه. بن شرقي اللي هو حكم عليه بدري طلعه بدري. بن شرقي ورقه، انت لو كنت بيني وبينك عايز تطلع حد كنت تطلع تريزيجيه وسبت بن شرقي في الملعب. بن شرقي ذهنه صاحي شويه. بن شرقي على واحد، لو جات له كرة في مساحه كده او مساحه ضيقه يا عم، 1 على 1 ده ممكن تعدي وتلاقي عمل اسيست جاب جول. لكن تريزيجيه اللي مش حاضر ذهنيا ولا نفسيا منذ ضربه الجزاء في ماتش انتر ميامي كاس العالم. فانا بصراحه شايف ماتش غريب. المدير الفني ادار الماتش بشكل غريب وعجيب. حتى لو الفاول مش فاول وجاب جون فينا، ما انت استقبلت الهدف الثاني من عرضيه. قطه يستلم العرضيه طق بالراس للكارت اللي يحط جول عالمي بالراس. جول عالمي بالراس بامانه وبكل صراحه. ففين الاهلي؟ لازما إدارة الأهلي تتحرك، لازما يتم عقد اجتماع فوري في النادي الأهلي، لازما يتم وضع حلول. الأهلي كده يا جماعة موسم بيضيع مننا. اصل احنا ما ينفعش نستسلم او نرمي اوراقنا في الدوري بدري بدري. في واحد من الجمهور، يا عم الدوري معانا منه كتير، مش هتفرق نركز في ابطال افريقيا. ما انت لو كل بطوله قعدت تقول كده، لو السنه دي قلت كده، ما برضو دوري ابطال افريقيا معانا منه كتير، فمش مهم المره دي، عادي سنتين يعني مش هيحصل حاجه، السنه الجايه هنرجع اقوى. ما ينفعش. النادي الاهلي نادي جماهيري، نادي جمهوري رقم 1 في مصر. يا خطيب، يا كابتن محمود، يا خطيب، والنبي يا كابتن محمود يا خطيب ادع لنا حل مع ريبيرو. انا بصراحه شايف ان الفتره دي فتره بيتسو موسيماني. موسيماني شخصيه قويه، موسيماني اللي رجع شخصيه الاهلي. فاكر يا صديقي العزيز موسيماني لما نزل في دوري ابطال افريقيا نهائي القرن 2020 امام الزمالك؟ فاكر كان لسه الراجل مستلم النادي الاهلي ولقى نفسه في النهائي مره واحده، وامام مين؟ امام نادي نادي الزمالك، ديربي كلاسيكو العرب كله مستنيه، وفين؟ في استاد القاهره تحت ضغط جماهيري رهيب، ضغط جماهيري غير عادي، والحمد لله قدرنا نطلع بالفوز. وفوز ببطوله جاب بطوله جاب بطوله، جاب كاس العالم برونزيه في برونزيه.
فالوقت ده انا شايف بيتسو موسيماني هو الاحق بمسك النادي الاهلي بكل امانه وبكل صراحه. ريبيرو اقفل صفحه ريبيرو وشكرا منك يا عم ريبيرو، تسلم وبكل حب وبكل تقدير، لكن الموضوع كده هيزيد عن حده. هنلاقي الاهلي بيبوظ مننا، هنلاقي الدوري بيضيع، هنلاقي الموسم كامل بيضيع. ما ينفعش، انت الاهلي وانا بكرر لك انت الاهلي، وكلامي بيتكرر لان انا قلبي من جوه محروق. ما ينفعش يا صديقي العزيز. نيجي بقى نتكلم شوية عن الشوط التاني والتبديلات. الشوط التاني أول ما بدأ لقينا نزل جراديشار وساحب بن شرقي، مع إن عندي اختلاف في الحتة دي شوية، يسحب تريزيجيه ونزل جراديشار، مفيش مشكلة. قلنا كويس اهو المدرب بيهاجم، نزل اتنين مهاجمين، لكن جراديشار عنده تعليمات انه ينزل يستلم وينقل لاعب. مهاجم محطة بينزل يستلم ويباصي، حتى ما بيردش تاني فوق. جراديشار مش في الهجوم كويس، مش متمركز هجوميا، مفيش تعليمات انه يتمركز هجوميا او يقف في الهجوم يستنى الكوره، لا. طب انت بتنزل عشان تاخد الدفاع معاك، لما ارجع بقى تاني اتحرك في المساحه، ده ما حصلش او ده ما شفتوش. كميه ميس باص من لعيبه الاهلي في الشوط الثاني بطريقه رهيبه، كل اللي معاه الكوره هتلاقيه بيضيع، ده بيشتت، ده بيعمل، ده بيعمل، شناوي اوفر عالي مش جاي، ده بيكهام يجرب، مش عارف مين يجرب، وانت خسران. ده مش وقت تجربه، انت المفروض بقى خسران في اوضه اللبس. التكتيك بتاعنا 1 2 3، كابتن عماد النحاس 1 2 3، كل واحد في الملعب ليه دور، ايه مع بن رمضان، مع بن شرقي، مع زيزو مثلث زي ما كان بيعملوا في اول الدوري، تريزيجيه مع هاني مثلثات، تيكي تاكا رايحه جايه، الكوره تفضل رايحه جايه في الملعب معاك، لكن انت بتخسر الكوره. انت ما بتضغطش، حتى لو الكوره مش معاك انت ما بتضغطش، اللعيبه بتروح تجري شويه وتقوم راجع، تجري شويه وتقوم راجع، ده مش ضغط. انما بيراميدز انت تقطع منهم الكوره ضغط ضغط ضغط، عايزين ياخدوا الكوره، بينافسوا على البطوله. انا استغربت، ولا انا ولا انت يا صديقي كنا نتوقع اداء الاهلي. هل انت كنت تتوقع ان في اول 5 دقايق النادي الاهلي المصري هيستقبل هدف؟ وربنا ما كنت تتوقع. هل تتوقع ان نهايه اللقاء 2-0 لبيراميدز؟ ما حدش كان يتوقعها، ما حدش كان يتوقع الاداء ده من بيراميدز اصلا، لكن وقد حدث. وخلاص الماتش عدى، وحدث اللي حدث وحصل اللي حصل. ردة الفعل ايه بقى؟ هو ده اللي هنشوفوه في الماتشات الجاية. يجي في الدقيقة 75 نزل احمد رضا بدل شريف، تبديل غريب 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 لأقصى درجة. بتشيل فيرويد مهاجم وتنزل خط وسط، ازاي؟ ازاي وانت خسران 2 ولا كنت خسران 1 في الوقت ده؟ لا كنا خسرانين 2. ازاي؟ ازاي تشيل مهاجم وتنزل خط وسط وانت خسران؟ بتأمن على ايه بس ولا بتعمل ايه؟ شيل خط وسط بخط وسط، شيل خط وسط بمهاجم، هاجم بغزارة يا عم. انت خلاص الدقيقة 75 فاضل ربع ساعة، هاجم، يا جبنا يستقبلنا بقى يا روح ما بعدك روح. لكن مهاجم ينزل بداله خط وسط، دي غريبة. ما شفتش فريق خسران بيعمل كده بصراحة إلا مدربنا ريبيرو بأمانة. بعد كده في نفس اللقطة في الدقيقة 75 ينزل طاهر بدلا من تريزيجيه، ده تبديل تمام، جناح بجناح، وتريزيجيه ما كانش كويس. طاهر نزل عمل واحدة بكعبه وكانت رايقة كويس، بس الشناوي كان متألق وصاحي ذهنيا. لقاء غريب، لقاء غريب. اعذروني، في حلقة بكرة بإذن الله تعالى نقدر نتكلم أكتر. أنا قلت أطلع أصور لكم كده على طول وأنا منفعل، وأنا ولا مجهز كلامي ولا مجهز أوراقي ولا مجهز أي حاجة. أنا قلت هطلع والحلقة تتصور زي ما تتصور، واللي يحصل يحصل. ردة الفعل بقى لمجلس الإدارة وللنادي الأهلي هتبان في الساعات القادمة. هل هيتم إقالة ريبيرو أم هيكمل وهيجلد الأهلاوية؟ كل ده هنشوفوه في الأيام الجاية والساعات القادمة. بس كده صديقي العزيز، كان معكم محمد ياسر من قناتكم مدرج الكورة. اعذروني لو بجيب مية عرق، مفيش مروحة في الأوضة اللي أنا فيها عشان طبعا ما تأثرش على المايك والصوت، والواحد سخن زيادة عن اللزوم بصراحة. الواحد لو كان نزل لعب كان هيلعب برجولة أكتر، برجوله اكتر. ده كمان في حاجه انا عايز اقول لك، النادي الاهلي مش هيقدر يبني لاعب. النادي الاهلي اللعيبه مش عارفه تستلم، وربنا اللعيبه ما عارفه تستلم. في لعيبه في ارضيه الملعب انت لو اتفرجت وشفت مش عارفين يستلموا الكوره اللي جايه لهم، مش عارفين نهائي.
بس قد حدث ما حدث وانتهى الأمر خلاص، والأمر دلوقتي في إيد إدارة الأهلي. هي اللي هتقوم النادي الأهلي فوق، وهي اللي هتنزله سبع أرض الموسم ده. ولكن الفزعة لازم تكون قوية وسريعة، لازم ردة الفعل تكون سريعة. وكما عودنا الأهلي بيعود طبيعي في أسرع وقت بإذن الله. وأنا بوجه رسالة لجميع أندية الدوري: خاف من الأهلي لما يقع، لأن كلنا عارفين قومة الأهلي بتبقى عاملة إزاي. الأهلي ساعة ما وقع ضد سان داونز بماتش الخماسية، أفريقيا كاملة تشهد 5 سنين الأهلي عمل إيه وخد بطوله إزاي. وشوف كام بطولة خدها إفريقية في ال5 سنين دي. بس كده صديقي العزيز، لا تنسى الدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية. هم دول أهم حاجة إن إحنا ندعو لهم، هم الأحق بالدعاء. ولا تنسى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. كان معكم محمد ياسر من مدرج الكورة. انتظروني في حلقة غدا بإذن الله تعالى، أخبار ما بعد المباراة، وكل حلقاتنا بإذن الله تعالى هتنزل مساء. بكرة بقى أخبار محلية كاملة وأخبار عن لقاء النادي الأهلي وبيراميدز. أرجو أن يكون وفقني الله في حلقة اليوم بإذن الله تعالى. اكتبوا لنا تحت رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم في التحليل، ايه رأيكم في الحلقة. وبإذن الله تعالى هنفذ كل اللي هتقولوه، حتى ان كان لو في مشكلة في الفيديو او حاجة انزل اكتبها تحت في الفيديو عشان نتعلم من غلطنا. بس كده، السلام عليكم.